اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض عرق اللحمه الروست بطريقه بسيطه جدا، وهنعمل جنبه الصوص الجريفي او الصوص البني اللي بنقدمه مع اللحمه من غير ما نحتاج اي مكونات او صوصات. احنا هنعمله من الصوص بتاعه. عرق اللحمه الروست من الاصناف الجميله والمميزه. يلا نبتدي نجهزه سوا، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب للقناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. يلا نبتدي. انا جبت قطعة من الروست. القطعة دي بيبقى اسمها هنا التشاك روست او التشاك تندر روست. القطعة دي بيبقى فيها نسبة دهون، بس طبعا الدهون دي وقت التسوية هتسيح وتدي طعم وطراوة للحمة. القطعة دي كانت حوالي 1.5 كيلو. هنحط عليها معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل ونتبلها كويس من كل النواحي كده، ندعكها كويس قوي. واهم حاجة ان قطعة اللحمة ما تبقاش طالعة من التلاجة، يعني لو انتوا لسه مطلعينها من التلاجة لازم نسيبها على المطبخ كده لمدة نص ساعة لغاية ما تاخد درجة حرارة المطبخ قبل ما نبتدي نديها صدمة. هنبتدي بقى نسخن الحلة بتاعتنا حلو جدا، ونحط فيها معلقة من السمنة او معلقة من الزيت، ونبتدي نشوح اللحمة بتاعتنا على كل النواحي حتى الطرفين. بنحط قطعة اللحمة وما بنحركهاش خالص كده لمدة 2 3 تقريبا لغاية ما تاخد لون كده وتعمل زي قشرة ناشفة شوية. هي بتتحمر. انا جهزت الصينيه اللي انا هسوي فيها. طبعا انا النهارده هعملها في السلو كوكر، ممكن لو هتعملوها في الفرن تجهزوها في صينيه تكون عميقه شويه. وهنجهز بقى خضار، بصل وجزر وطماطم وكرفس وفصوص توم وعودين بقدونس كده وكام فلفلايه، كلهم متقطعين قطع كبيره. كل ما زودنا الخضار كل ما خدنا طعم لحمه حلو. وهنحط بهارات صحيحه، ورق لوري وحبهان وكبابه صيني وطبعا ملح وفلفل زياده. ونكمل تشويح اللحمة. لازم نديها لون من كل النواحي علشان ده بيساعد ان اللحمة تحتفظ بالسوائل بتاعتها وقت التسوية. بعد كده في نفس الحلة حطينا حوالي 2 كوباية من الشوربة، لو معندكوش شوربة ممكن تحطوا مية سخنة، وحطينا عليهم 1/4 كوباية من الصلصة ومعلقتين من عسل النحل. خليهم يغلوا مع بعض كده دقيقتين علشان الشوربة تدوب كل الحاجات اللي نزلت من اللحمة، وفي نفس الوقت تدوب مع الصلصة والعسل، ونحطهم في الصينية اللي هنسوي فيها. طبعا كمية السوائل دي مش كفاية، انا لسه هزود مية مغلية. انا بس حبيت احط شوية شوربة كانوا عندي. وما عندكوش هتحطوا الكمية كلها مية مغلية. وزي ما قلت لكم انا هسويها النهارده في السلو كوكر او الحلة اللي هي بتاعة الطهي البطيء. المية طلعت لفوق بس ما غطتش اللحمة، لان طبعا لسه اللحمة والخضار هينزلوا سوائل، وانا هظبطها على 4 ساعات على الهاي. الوقت ده طبعا مناسب جدا لقطعة بالحجم ده اللي هي 1.5 كيلو او 3 باوند تقريبا. ولو ما عندكوش الحلة دي هنحطها في صينية تكون عميقة شوية ونعمل كل الخطوات بالظبط هي بس هنغطيها بورق زبدة وورق فويل ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180 أو 350 لمدة 3 ساعات. طبعا لو القطعة بتاعتكم أكبر من كده هتحتاج وقت أكتر. بعد 4 ساعات أنا فتحت على اللحمة، كانت خلاص استوت. السكينة بتدخل بمنتهى السهولة، وبإيدي كده خدت قطعة من اللحمة لقيتها خلاص دايبة خالص. على طول هطلعها في طبق واغطيها علشان ما تكملش تسوية عن كده. وهبتدي بقى اصفي كل الخضار والبهارات الصحيحة اللي احنا حطيناها علشان نبتدي نعمل الصوص بتاعنا. طبعا انا مش هعمل كل الكمية دي، انا هاخد شوية منها كده بس في كاسرول، وهحط عليها معلقة كبيرة من النشا مدوباها في معلقة من المية، وهنسيبهم على النار لحد ما تبتدي تغلي والنشا بتاعنا يبتدي يتقل صوص الجريفي. حطيت عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من جوز الطيب، وظبطت الملح كده حاجة بسيطة. لو عايزين صوص الجريفي بتاعكم يبقى ناعم خالص مفهوش اي قطع من الخضار ممكن تفرموه في الخلاط. انا بالنسبه لي هو كده كان مناسب. جهزنا صوص الجريفي بمنتهى البساطه من نفس السوائل اللي نزلت من اللحمه مع معلقه من النشا، عملت لنا صوص طعمه حلو جدا. واللحمه زي ما انتوا شايفين قطعناها طبعا بعد ما هديت شويه، واخده لون حلو قوي من بره عشان حمرناها كويس من كل النواحي، وفي نفس الوقت لونها فاتح من جوه ودايبه جدا. قدموها مع الصوص بتاعها مع بطاطس مهروسة او خضار سوتيه او اي سايد تحبوه. قولولي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.